قانون العزل السياسي اولا الحمد لله احنا خرجنا بهذا القانون. نعم. ولكن هل هذا القانون خرج بمثل ما كنا نطمح اليه اولا كاعضاء مؤتمر وطني واكيد ما كان يطمح اليه الشعب الليبي؟ فانا واحد من الناس الذي قلت لا واؤكد على هذا الكلام. لم استاذ علاء، يعني انا حقيقه معلش سامحني على المقاطعه، لان لم اتقابل مع اي شخص او تابعت اي لقاء من اللقاءات عبر الاذاعات ولقيت واحد من اعضاء المؤتمر كان راضيا تماما عن هذا القانون، بينما هناك شبه اجماع عليه. لا، هناك شبه اجماع من اليوم الاول على قانون العزل السياسي، انا اؤكد لك هذا، ولكن ليس بهذا الشكل. ليس القانون لم يكن يريده بهذا الشكل هو شيء، ولم يكن بهذه الصيغه التي خرج عليها لاخر لحظه. انا اقول لك انا واحد من المعترضين على طريقه، انا صوت لهذا القانون حتى لا نسقط هذا القانون ونرجع للنقطه الصفر ونقول هيا نبدا من الاول. انا كنت مع قانون العزل السياسي يخرج باي شكل من الاشكال، في النهايه وصلنا للنقطه. ولكن الان لما تسالني هل كنت راضي على هذا القانون بهذه الطريقه التي خرج بها وهل كان منصف لكل الناس؟ انا اقول لك لا. اولا كانت هنا انا اتكلم على اشياء بالنسبه وغير تهديد، وهل هدد بعض الاعضاء، وهل الاعضاء كانوا تحت ضغط. انا اؤكد لك ان هناك موجود الضغط على الاعضاء. احد الاشياء لو كنا نريد ان يكون ضغط كان من الافضل الا يكون نقل مباشر، حتى الاعضاء يستطيعون يصوتون بحريه كامله. معلش ماذا تعني بكلمه ضغط؟ هل انت الضغط المعنوي من خلال نقله امام الناس ويشوفوها بحق مشروع، ام ان هناك قوه كانت تضغط؟ انا اقول لك شيء، كانت هناك حتى تهديدات وصلت اعضاء المؤتمر. انا ما زالت احتفظ بتلك الورقه التي كانت توزع في داخل صاله المؤتمر، تقول يعني انا لا اتذكر الصيغه بالضبط، ولكن تقول اذا لم تصوتوا على هذا القانون فنحن سنصل اليكم بهذا الذي سنصل اليكم ونجعلكم تصوتون في القوه. انا عندي بس احتفظ بها، وهذه كانت في قاعات المؤتمر وصلت الينا. هناك شخص ودخلها الى، وانا لا استغرب الى حتى كان من احد المؤتمر حقيقه، لان كيف تصل هذه الورقه الى داخل الصاله؟ هذا الشيء. اليس استاذ علاء وصول هذه الورقة من الناحية القانونية تبيح لكم أن ترفعوا الجلسة، لأن وقع تهديد مطالبة برفع الجلسة وتأجيلها؟ أنا زي ما قلت إن اليوم التصويت أنا غير راضي عليه تماما، لأن كانت، وخليني أقولها لك هيك، صارت كلوطة بالمعنى العربي، صارت كلوطة للعملية من قبل من؟ بمعناها دخل النائب الأول نعم أخي علاء، الصوت غير واضح، صوتك غير واضح. تغطية، يا ريت تكون في تغطية بس أستاذ علاء. الصوت نعم كويس. نعم. أنا خليني نذكر لك حادثة حصلت يوم التصويت. نعم. إن دخل النائب الأول من المؤتمر الوطني العام، دخل على رؤساء الكتب، وأنا متأكد من هذا الكلام. دخل عليهم وقال لهم هيا يا جماعة بسرعة، راهم جماعة جايين. شنو هذا دليل آخر إنه وكأن الآن نشتغل تحت الضغط الناس اللي بالخارج. هناك أحداث كثيرة حصلت في الداخل، وكان في اتفاقات بين الكتب، وكان كثير من داخل الصالة عندما تم التصويت ينادون في اتفاقات بين الكتل، لا علينا أن ننفذ هذه الاتفاقات. السيد النائب الأول كان يقول هيا بس تصويت، وضرب يعني كل الاتفاقات اللي كانت بين الكتل ضربها، يعني كأنه ولا كان في أي اتفاق. هذه أشياء كلها عندما يتم التحقيق فيها ستجد أن هناك مشاكل، هناك اختراقات من اللوائح الداخلية أولا، وكان هناك ضغط، هناك إذا كانت بقوة السلاح ولا قوة تهديد للأعضاء فهذا شيء ثاني. أنا خليني نذكرك بشيء ثاني. عندما تم التصويت على المادة الأولى كانت في فلوجة، وأنا خليني أستخدم الكلمات هذه أحسن، كانت في فلوجة والتصويت تم. المادة الأولى هي اللي تشمل أغلب المواد المهمة، المعايير المهمة اللي بالناس فيها الناس. كان التصويت حوالي وصل 119 شخص عليها في المادة الأولى. لما شافوها الناس خلاص وشيت المادة هذه، الأعضاء الباقيين قال لك هي مشت خلينا نصوت عليها، وكان التصويت على باقي المواد كلها كان ب 150 وأطلع. فهذه فالعملية كانت مضغوطة. واضح إن نفس العدد لو كانت بنفس العدد لكانت من الأول كانت 150 والمادة الثانية 150 والمادة الثالثة ممكن يكون فرق
اثنين او ثلاثه، ولكن ما يكونش بالضبط 30 او 40. هناك كانت اختراقات كثيره. خليني نجيك انا اختلافي اللي وين كان في بعض المواد. تمام؟ انا واحد من الناس اللي انا طلبت استثناء، وهذا استثناء صدقني لن الشعب الليبي متاكد انه سيضع عليه لو طرح الاستفتاء. عندما يكون هناك مناضلين ناضلوا ضد نظام القذافي لمده العشرات من السنين، الكثير استشهدوا والكثير كانوا في سجون القذافي، وانا اعتقد الدكتور عبد الرحمن ضيف عندك الان كان احد هؤلاء المساجين. اذا كانت على الدكتور عبد الرحمن او غيره كانوا عندهم عتب من التي وضعناها في المعايير الان التي تعطي سياسيا، فهو معجوب وهو عارض النظام القذافي. انا اتكلم هنا، هناك الكثير ضحوا وكانوا يقطعون في السجون القذافي، وهناك الكثير استشهدوا الان، وهناك الكثير منهم خارج ليبيا عارضوا النظام القذافي لعشرات السنين. الان بدل ما نقول للشعب الليبي نشكر هؤلاء ونشجع الناس على النضال، نحن نريد ان نزرع هذه روح النضال فيهم. نحن قتلنا روح النضال الان، قلنا لهم من ناضل ومن عارض ومن قاوم هو زين. تحدثنا استاذ علاء في هذا الموضوع، ولكن انت كرجل كعضو في المؤتمر الوطني العام، وكما اشرت انت كانت هناك ورقات تتداول بان تهديد للاعضاء بكلفتة القانون والموافقة عليه واخراجه بشكل او باخر، والحديث هو لك انت الان. من الناحية القانونية أو من الناحية، نحن عندنا الإعلان الدستوري، ولكن من الناحية القانونية ألا يبيح ذلك منكم بأن تقومون بإعادة لصياغة القانون أو التصويت عليه أو أي شكل من الأشكال أو طرحه على الاستفتاء للناس؟ لا، احنا يحق لنا كاعضاء مؤتمر الان، يحق لنا الغاء هذا القانون، يحق لنا تعديل هذا القانون او اضافه على هذا القانون. بالنسبه للطعن في هذا القانون، هذه مساله قانونيه تستطيع المحاميين وغيرهم يطعنون، لكن تم تحصينها. هو تم تحصين القانون، يعني غير قابل للطعن. من هناك خروقات حصلت، واعتقد ان هناك يعني اسباب قويه جدا يستطيع ان يستندوا عليها. انا اريد ان اكد لك، انا مع قانون العدل السياسي. انا شخصيا لا اريد ان يلغى هذا القانون، بالعكس قانون العدل السياسي يجب ان يبقى ويكون قانون قوي لن افسد الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في ليبيا. ولكن انا باعتقادي، اذا ارجع لسؤالك، نعم علينا ان نرجع، ليس من العيب ان نرجع ونقول نعم احنا اخطانا وعلينا مراجعه بعض المواد او الفقرات في هذا الموضوع ومراجعتها، وحتى لو نريد اضافه بعض المواد، لان سقطت في بعض المواد سقطت الان من هذا القانون.